يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل مملكة في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. بجد بجد وحشتوني. أسفة على تأخيري في تنزيل الفيديوهات، لكن ساعات ما ببقاش عارفة أساسا ان انا انزل من جودة النت عندي. فعاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها يا احلى مملكة في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. النهارده فيديو جديد، فانا ريهام احمد ودي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفوا قناتي يا ريت فضلا وليس امرا ما تنسوش تشتركوا في القناه من علامه الاشتراك اللي هتظهر لكم تحت الفيديو باللون الاحمر. اضغطوا عليها هيطلع لكم 3 خيارات، اختاروا اول خيار فيهم وهو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيه قلب اختك، تدخلي تشيصيني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. وكمان هستنى تعليقاتكم ايا كان قديمه في القناه جديدة في القناة. حطيلي تعليق عرفيني ان انتي مشاركاني كده حياتي ومشاركاني فيديوهاتي. ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا رب، ونفضل كده في زيادة طول العمر. النهاردة روتين جديد. قبل ما نبدأ روتيننا او الفيديو بتاعنا الجميل ده، هو فيديو بسيط جدا جدا جدا. هتتعلمي، هتطلعي متعلمة حاجة منه بأمر الله. ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، تنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. يوم جديد وروتين جديد. والنهاردة زي ما انتوا شايفين كده، حسيت ان انا مش ورايا حاجة في المطبخ غير حاجات بسيطة جدا جدا جدا. دخلت بقى ايه اشوف ألملم دنيتي بمعنى اصح في المطبخ، واشوف ايه اللي محتاج ان هو يتعمل. لقيت رخامتي كده تحسوا ان هي تضرب تقلب، فقلت اقف كده انضفها الاول قبل ما اقف اشوف انا هعمل ايه. النهارده هنعمل حاجه بسيطه جدا جدا مع بعض، وهو الدوناتس. هنعمل الدوناتس اللي هو الدوناتس العادي جدا جدا اللي بنجيبه من الافران. وبقى الاسعار مبالغ فيها. الولاد بقى لهم كام يوم يا ماما عاوزين دوناتس، يا ماما قومي اعملي لنا دوناتس، يا ماما يا ماما يا ماما. حسيت بقى ان النهارده ما ورايش حاجه، فقلت ايه اقوم كده اتشجع بيكم واعمل شويه دوناتس كده واشارككم يومي كان عامل ازاي النهارده. اول حاجه بنعملها جبت بوله وجهزت كل المكونات قدامي، علشان زي ما انتوا عارفين اختكم نسايه. فعملت ايه بقى؟ جبت البوله حطيت فيها معلقه خميره، وهنزل عليها بمعلقه سكر، وهنزل عليها ببضايه، وكمان باكت فانيليا. ايا كان فانيليا سايله، ايا كان فانيليا بقى اللي هي الفانيليا البودر. وكمان هنا كوبايه الا ربع لبن، طبعا حسب الكميه اللي انت هتعمليها. لو هتعملي كميه كبيره وما انتش عارفه الكميه بتاعتك اللي انت هتعمليها هتاخد قد ايه لبن معاكي او سوائل، ما تحطيش الدقيق بتاعك مره واحده، علشان تشوفي كميه اللبن هتشرب معاكي دقيق قد ايه. تمام. حطيت اللبن بقى وهدوب الخميره الاول والسكر، وبعدين هحط البيضه والفانيليا وندوب تاني، ونتاكد ان البيضه دابت كويس جدا 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 وكل الخليط اتخلط في بعضه. حطيت الفانيليا، وخلينا متفقين بقى بيض يعني لازم فانيليا. انا حطيت فانيليا بودر، وحطيت كمان الفانيليا اللي هي السائله لانهم موجودين عندي. وقلت لكم قبل كده في الفيديوهات التانية ايا كان الفيديو كان بيتكلم عن ايه، طالما الحاجة موجودة عندي بعمل بيها، الحاجة مش موجودة عندي فبوفر واعمل بالموجود يعني. مثلا لو عندي سايلة بعمل بيها لوحدها، ما عنديش بودر بعمل بالسايلة، عندي مثلا البودر ما بعملش بالسايلة كده يعني. تمام. فعندي الاتنين فعملت بيهم. حطيت شويه دقيق وما نزلتش بكميه الدقيق مره واحده، وهفضل ان انا ايه اقلب الخليط كله في بعضه. هيديني قوام كده اللي هو زي قوام الطحينه كده، شويه فاكك لسه. هعمل ايه دلوقتي؟ هزود معلقتين سمنه بدرجه حراره المطبخ، او سمنه مذابه بس ما تكونش السمنه سخنه طبعا. هجيب معلقه بس كده وانزل السمنه كويس جدا جدا جدا، واخلط الخليط ده كله في بعضه، وبعدين ازود كميه الدقيق. ما بياخدش وقت معايا، سهل جدا فوق ما تتخيلوا. حاجه كده هتعمليها بنظافه في البيت. بالعكس كمان اللي بره بيعملوه بميه مش بيستخدموا لبن فيه. فانت هتعملي حاجه حلوه ونظيفه في بيتك لولادك، وبيرمي معاكي كميه كبيره يعني. شلت بقى المضرب ده خالص، وبدات ان انا اتعامل بايدي. طبعا ايدي مغسوله ونضيفه كويس جدا، وبدات ان انا الم العجينه بتاعتي. هيحتاج عجن معانا شويه، لان ده من المعجنات اللي بتتعجن، مش معجنات اللي احنا بنلم دقيق بس كده وخلاص. لا، ده هيحتاج عجن. فانا هلملم دنيتي او هلملم الدقيق ده كله في بعضه، وبعدين اخدها على الرخامه بقى، الرخامه بتاعتي نظيفه ومنضفاها كويس جدا، وبعدين اكمل ايه عجين ليها.
اول حاجه هتظهر على العجينه بتاعتنا هنلاقيها بتلزق كده ومش راضيه ان هي تتلم معانا. هنفضل نعجن فيها لحد لما هتلاقوا الملمس بتاعها نعم كده وتجانست في بعضها وبقت جميله جدا، بقت ملبن يعني كده بمعنى اصح. هنضف ايدي بقى وانزل العجين ده كله اللي فيها. طبعا طول ما انا بعجن كده هي العجينه بتنضف لي ايدي، يعني بتاخد العجين كله اللي فيها، لكن انا بنزل اول باول كده. رشيت رشه بسيطه جدا جدا من الدقيق، وبدات ان انا اعجن بقى على الرخامه كده، وعجنت كويس جدا 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 لحد لما هتلاقوا بقى العجينه دلوقتي بقى شكلها حلو كده وبقى لونها تحفه وريحتها جميله جدا. طبعا اخدت وقت في العجين، وده من المعجنات اللي بتاخد وقت حلو يعني. انك تعجنيها لازم تتعجن كويس ولازم تتجانس مع بعضها. شايفين بقى بعد ما عجنتها كويس شكلها بقى عامل ازاي؟ طرية قوي 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 فوق ما تتخيلوا، والملمس بتاعها كده هش كده جميلة اهو. طبعا هتلزق سنة بسيطة كده في ايدك، ده القوام المظبوط بتاعها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البولة بعد ما غسلتها وشطفتها كويس ونشفتها، وهحطها في البولة كده، ومش هنشتغل فيها غير لما العجينة تخمر كويس جدا معانا. هندفي الفرن بتاعنا ونحطه ونطفيه، وبعدين نحط العجينة فيها لو ما فيش مكان دافي في الشقة. انا بعمل ازاي؟ بغطيها كده وبروح بقى على السرير. ما تضحكوش عليا، انا بعمل كده والله العظيم. اروح احطها على السرير ومغطياها بقى ببطانيه، حاجه تقيله كده لحد لما تتخمر وحجمها يتضاعف. وشايفين حجمها بقى عامل ازاي؟ ملت البوله على اخرها. هاخد بقى العجينه بتاعتي واشتغل فيها. كان على الرخامه، كنت عامله اكل وكده، وكان مكنتش عارفه ان انا اشتغل على الرخامه، فجبتها على الترابيزه هنا. رشة بسيطة جدا جدا عشان اعرف اتعامل معاها وما تلزقش في الترابيزة. وهفضل بقى افردها كده بسمك تخين، لا هو لا تخين ولا صغير، انا مش عارفة اقول لكم السمك بالظبط بيبقى قد ايه. 2 ملي 4 ملي، فانا مش عارفة، فعشان انا مش عارفة حاجة يعني السمك بتاعها بيبقى قد ايه بالظبط. فانا مش هتكلم على السمك او اقول لكم مثلا 2 ملي 5 ملي عشان ما تقعدوش تتريقوا عليا. تمام، هو قيمة كده عقلة الصبع بالظبط او اقل كمان. فمش عارفة السمك ده اسمه ايه الصراحة يعني. المهم لا تكون تخينة معاكي ولا تكون رفيعة قوي قوي قوي، لان احنا لسه بعد ما نقطعها هنسيبها كمان تتخمر مرة تانية، فالعجينة هتنفش معاكي وهتشوفها دلوقتي شكلها عامل ازاي. ما عنديش قطعة الدوناتس، طب اتصرف ازاي؟ فالجيش قالك اتصرف. جبت بقى طبق من عندي كده. اول حاجة ده اول حجم او اول شكل عملته بالطبق ده. تمام، هفضل اقطع كده بالطبق، وبعدين هشوف حاجة بقى كده مدورة صغنونة واعمل الوسطانية. ده علشان انا ما عنديش القطاعة بتاعت الدوناتس. لو عندك القطاعة بتاعت الدوناتس هتعملي بيها، هيبقى سهل جدا. قطعت كده، وبعدين هجيب بقى القطاعة دي او اي حاجة عندك في المطبخ ينفع انك تقطعي بيها كوباية صغيرة. انا كان عندي الغطا ده، كان غطا عندي بتاع اللي هو السيرم بتاع الشعر، فخدته غسلته كويس جدا 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 ونشفته وبعدين استخدمته. نفع، بصوا حلو قوي 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 وطريقته سهلة جدا والولاد فرحوا بيه. هنا عملت ايه بقى؟ جبت ورقة زبدة وقطعتها على قد الدوناتس او على قد الشكل بتاع الدوناتس اللي انا عاملاه، وبعدين هحطه على ورقة الزبدة كده علشان لما اجي انزله في الطاسة ما يبص مني، لان دي اكتر طريقة انك تحافظي بيها على شكل الدوناتس ما تبص منك. تمام، عشان يطلع بقى الشكل المدور الحلو ده معاكي. فهي دي الطريقة اللي ممكن تعمليها، او رشة دقيق بسيطة كده على اي سطح انت بتستخدميه، وبعدين تشيليها بس بالراحة يعني وانت بتشيليها عشان ما تبوظيش الشكل بتاعها. هنا جبت الطبق ده، لقيت الطبق اللي انا استخدمته في الاول لقيته كبير كده، وكل مدى ما الدوناتس هيكبر معايا لان لسه هسيبه يتخمر، ولما ينزل في الزيت كمان حجمه هيتضاعف، فقلت اصغر كمان. فجبت الطبق ده، وهتلاقوا كمان المرة الجاية عملته بحاجة اصغر، يعني جبت كوباية كده بلاستيك واستخدمتها، طلعت اصغر من كده. وعاوزة اقول لكم ان كل ما تصغروا في الحجم بيبقى احلى، مش كل ما تكبروا في الحجم. يعني انا صغرت كذا واحدة كده، اللي عملتهم الاخر، يعني كل ما العجينة بتفيض اقوم لمها كده وجايبة حاجة اصغر علشان اعرف اعملها. ده بقى الصوت اللي ظاهر لكم ده، اكيد الصوت ظاهر في المونتاج، فده بتاع الطماطم، فعادي جدا احنا متعودين عليه يوميا مرتين 3 4 طماطم طماطم طماطم.
هنا بقى لميت بقية العجينة وعملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى عندك فرادة من التانية، انا بحبش ان انا استخدم الفرادة التانية، فبستسهل اللي هي المقر او الكراكة، مش عارفة هو عندكم اسمه ايه، لكن عندنا بنسميه كراكة عندنا في الفلاحين يعني. هنا بقى جبت الكوباية دي ولقيتها اصغر كده وشكلها كيوت، وبصوا الحجم طلع تحفة جدا، احلى من الحجم الكبير بكتير. يعني انا لو عرفت، لو شفت اساسا الكوباية دي من الاول كنت استخدمت الكوباية. شايفين البوبت بقى او الحاجات الصغيرة ديت اللي هي بتطلع من الوسطانية دي، انا مش هلملمها، هسيبها زي ما هي كده. عملتها طلعت عاملة زي البقلاوي وطعمها تحفة جدا. بصوا كل مدى ما بلم بقية العجينة واستخدمها كده كان شكله النهائي، وده العدد اللي طلع معايا. جبت فوطة وهغطيه واسيبه يستريح كده او يتخمر كمان مرة تانية علشان ايه، حجمه يتضاعف. هنا بقى جبت طاسة، وحبيت ان الطاسه تكون ملمومه، يعني ما جبتش طاسات من التانية، جبت الطاسه اللي عامله زي الطبق الصغير ده علشان أنا بيحتاج كميه زيت وفيره او غزيره، فقلت ده هيلملي الزيت، يعني مش هيحتاج ان انا احط زيت كتير. وهنا حطيت بقى القطعه الصغننه دي اختبر الزيت بيها، مش هستنى لما الزيت يتقدح او يغلي يوصل لمرحله الغليان. انا محتاجه ان الزيت اول ما احط فيه الحاجه كده تحسوا ان هو حوالين الدوناتس في قطع صغيره كده، مش محتاجه ان هو احطه يتش معايا، علشان الدوناتس كده هيستوي من بره ومش هيستوي من جوه. شايفين انا عاوزه اوصل للمرحله دي، لو الزيت زاد عن المرحله دي او سخن عن المرحله دي بهدي النار عليه، يعني حاجه بسيطه، لحد لما الزيت يهدى تاني، وبعدين بنزل الدوناتس فيه. شايفين حجمه بيتضاعف ازاي اول ما بينزل على الزيت او في الزيت. هتأكد بقى ان هو خد اللون الجميل، وبعدين اداير على الناحية التانية او اقلبه على الناحية التانية اهو. شايفين لونه عامل ازاي؟ ناخد بالنا بقى عشان احنا واقفين قدام زيت وقدام نار، فما نرتبكش، يعني علشان لو حد عامله اول مرة وكده تحسوا ان بيبقى فيه ارتباك في اول مرة في الحاجة واحنا بنعملها. فهو سهل جدا جدا، ما خدش وقت معايا، ما اخدش اي حاجه، ما اخدش مجهود. هو كل اللي انا عملته عجنته وسبته يخمر وبعد كده قطعته، ما اخدش حاجه بقى معايا. بصوا ده الحجم بقى اللي انا بقول لكم ان هو صغير، هتشوفوه دلوقتي طلع كده كيوت وصغنون كده وقمر. نزلت بدول بقى في الزيت وهحمره بنفس التحمير التاني. مش هضغط عليه في التحمير قوي لان هو ما بياخدش وقت في التحمير اساسا. اول ما بننزله في الزيت كده تحسوا ان هو بياخد لون على طول، فناخد بالنا علشان ما يتحمص معايا وما يبقاش اللي هو قرمشه اوفر يعني معايا. هنا بقى كنت مسيحه شوكولاته، اللي هي الباكت الشوكولاته الدريم ده. هنا كنت بوريكم شكله عامل ازاي. شايفين الخط اللي طالع في النص ده؟ جميل جدا. ده بقى الحجم الصغير كيوت كده وقمر، مش عارفه انا ما عملتش الحجم ده ليه. هحطه بقى غطاسه في الشوكولاته كده، لكن انا عملت غلطه واحده ما تعملوهاش، فانا بعرفكم هي الغلطه ايه. ان الشوكولاته بتاعتي كانت سخنه، او الدوناتس هو اللي كان سخن، يا ربي الدوناتس كان سخن ونزلته في الشوكولاته، فالشوكولاته تحسوا ان هي ما مسكتش عليه كويس. فاللي انا ما حطيتش عليه في المسيل الصغير ده اللي انا برشه، ده فرماسيل اللي هو بيبقى الوان، ممكن تحطوا شوكليت شيبس، ممكن تستخدموا اي حاجه كريسبي شيبس. فقلت دي الوان هتشد الولاد بقى وكده هيفرحوا بيها. نرجع لمرجوعنا. الشوكولاته بتاعتي الدوناتس كان سخن، فانا حطيته في الشوكولاته، فالشوكولاته كانت بتسيح من عليه وتسقط كده من الجناب زي ما انتم شايفين. فاستنوا لما الدوناتس بتاعكم يبرد والشوكولاته كمان تبقى درجه حراره المطبخ او مش سخنه، ونزلتوا فيها الدوناتس في الشوكولاته، هيطلع لكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم شايفين ان هو يستحق اللايك الجميل بتاعكم، ما تنسوش تحطوا لي احلى لايك. دمتم في رعاية الله.